شاخدة ونيضة الخوت العزاز على وصال اللي عايشة الرفاهية وكتفشر على المتابعين ديالها، ولكن كنشوفوا الأم ديالها قال لك سيدي بأنها عايشة في العصر الحجري، مكرفصة حتى من السريح كتسرح كترعى الغنم. وتما كانت عايشه وصال، ومني كتمشي لدارهم كتبان الحقيقه ديالها وكيبانوا بزاف ديال العيوب، لانها ما متهلياش في خوتها وما متهلياش في الام ديالها وعاطيها غير الضحك. ها قال لك هذاك الضحك ما خدامش معاها، والعفن والوسخه الخوت العزاز. قال لك البارح منين مشات لدارها وبدات كتجمع وداك الشيء الطوط كاين، قالت لك في ديك الدار والوسخ. ويعني الدار اللي تكلموا عليها بانها مهجوره، فعلا قال لك راها تهجرت حيتاش دار حمو تهجرت، حتى تهجرت هذيك الدار حتى هي ديال وصال عالي ولات مهجوره. المهم الخوت العزاز، تحيه لكم كبيره، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. الخوت العزاز لي لايك ديالكم وتعليقاتكم واللي خدتكم عليا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. تحيه ام جنات وتحيه الملكة بالحج، هادو متتبعات وفيات وبالاكثر يعني ملكة بالحج. اما ام جنات نكون مانع خير ما بقاش كتدخل، ولكن مؤخرا دخلت عندي، الله يدخل لك الجنه. وشكرا للمتابعين كاملين اللي كيدخلوا مساكن كيخليو لي تعليقات، الله يفرحكم باش ما تمنيتوا الخواتات اللي يخطيكم، والله يجازيكم بكل خير. كاع اللي كيدافع على كلمه الحق، وهاد الناس هادو وصلت تستاهل انا ندافع عليها. انسانه طموحه، انسانه باغا توصل، انسانه باغا كدير الاشهارات، كتخدم على راسها في الانستغرام، حتى الا ما خدمتش في اليوتيوب كتخدم في الانستغرام. كيشوفوها الناس واصله وكدير اشهارات، وكيطلبوها الناس مطلوبه الاشهارات، ماشي بحال البقبوقه ما كاينش اللي دا فيها ولا طلب فيه ولا طلبها انا دير شي اشهار. ولكن الخوت العزاز حاسدينها، ويعني فاقصه العدو، فاقصه بهاد اللغه هادي، فاقصه العدو. الخوت العزاز وصال فاقصه ليا العديان بكل صراحه، لدرجه ان غير كتهود عند امها كيقول لك شوف حال تما وشوف ما دايره، وعلاش ما درتش لامها الدار، علاش ما درتش لامها العمره، علاش ما درتش لامها، علاش ما فعلتش لامها. ولكن كنعرفوا بان وصال كتخدم على العمره ديال الام ديالها باش تمشي فاطمه، وغادي غير دوز فاطمه ان شاء الله العرس ديال بنتها صفاء، الله يكمل عليها بالخير ان شاء الله. وقالوا غادي يمشيو فاطمه، وحتى الام ديال وصال كتخدم على باش تمشي امها وباها، الله يطول عمرهم ويمشيو لذاك المقام يزوروه ويجيو بالصحه والسلامه. ولكن الدار مرارا وتكرارا عذرت ودوات خالتي الصافيه وقالت لك انا ولادي وبنتي قالوا لي نبنيو لك، ولكن انا ما نقدرش نخرج من هاد الدار ديالي لانها دار ديال التراب، ما نقدرش نخرج من دار التراب. يعني ما تسخاش بها، والدار تبارك الله مبهجه وكبيره ومفرشه. دابا انا بغيت نهضر معكم الصميم. دابا علاش كتشوفوا غير دار وصال اللي يعني حيتاش قناه مليونيه ياك، ولكن حتى هذيك القناه ديال بقبوقه وحمورها وصلات ودخلت جهد الادسنس بزاف. ولكن بقبوقه شنو عطيونا، شنو دارت لما هي؟ مادام ان وصال ما دارتش، هي كتخدم على العمره باش تمشي لعند الام ديالها والاب ديالها بيمشيو للعمره، والدار تبارك الله مبهجه ومفرشه وكيدايرين الصالونات وكيدايرين الفراشات وكيدايرين السدادر والمرفع والديكورات والضوايات وداك الشيء كامل طوب يعني. وفقدناه يعني هذاك التراث المغربي اللي عند خالتي الصافيه في دارها. اللي شاف الفيديوهات ديال وصال غير شحال مره صورت وشاركت معنا هادوك الديكورات، وهذاك يعني هذاك التراث المغربي صراحه، والتقاليد وكل شيء محافظه عليه، المرفع الضوايا شحال من حاجه محافظه عليهم خالتي الصافيه. زعما الدار ديالها تراث مغربي معنى الكلمه، بفراشها متوله بطواليطها بكل شيء لها. يعني شنو غتعيبوا نتوما؟ اش من عيشه كتكلموا عليها نتوما؟ ان خالتي الصافيه عايشه في العصر الحجري، والخوت ديال وصال تا هما قال لك مكرفسين. هذاك اللي في البلاد شويه وما وحتى برا راه ما كاينش مدخول. ولكن بما انه وصال عندها قناه مليونيه، علاش ما كتعاونش امها وما كتعاونش باها وما كتعاونش يعني خوتها؟ خصها تهز خوتها وتهز عائلتها وتهز باها.
ولكن حنا اللي كنعرفوا ان المراه المغربيه والمراه الصالحه ما كتكونش مايله لجهه عائلتها، تمشي عند راجلها وتبدا تهز من عند راجلها تخلي دارها وتجيب لعائلتها. المراه الصالحه بالعكس، المراه الصالحه كتشد دارها وكتشتي قارها والناس النساب الصالحين هما اللي كيشدوا ديورهم وتقارهم، كيخليهم راسهم بعادين على بنتهم، كيخليوها تعيش مشاكلها معاناتها يومياتها يعني مع ناسها، كيعطيوها التقار. ولكن نتوما حبكم مشاكل، نتوما بغيتو تطيحوا هاد المراه هادي في مشكل كبير. هادشي اللي ما كتحفروا على وصال، كتدوروا انكم يعني تحرضوها باش تنوض مع عالي. خصني ندير الحبابي، خصني ندير التصيله ديالي، خصني ندير. علاش ما تقولوش حتى البقبوقه خصها دير؟ علاش ما تقولوش البقبوقه حتى هي كتصور بخوتها؟ علاش ما تقولوش البقبوقه حتى هي كتدخل مورا خوتها وفين راه حق خوتها؟ علاش ما تقولوش بان خصها تعاون خوها هذاك راس ليا جوره؟ شنو كتعطيه؟ خصكم تسولوها شنو كتعطيه، خصكم تسولوها شنو كدير لتصيلتها وعائلتها، من غير انها يعني كتستغلهم واحد الاستغلال كبير الخوت. ولكن نتوما ما تقدوش تهضروا على بقبقتكم، نتوما بقبقتكم تصبغوها وتشكروها شكير واش من شكير. ولكن وصال تجيو غير تحط الفيديو غير تبان وصال في اليوتيوب ولا تبان في الانستغرام، تجيو نتوما تنتقدوها وتكلموا عليها بالسوء وتقولوا. وحتى الدار ديالها يعني اللي خملت البارحه الخوت العزاز وحطت فيديو معنا جمعوا عليها المنتقمات وقال لك الدار مدوده ومطوطه. وهاد شفتوا في العناوين، لان ما نقدرش ندخل الفيديوهات ديالهم والسحبه لكلامهم كيجيني ثقيل على القلب، ما قدرتش ندخل الفيديوهاتهم. ولكن شفت العناوين الدار المهجوره بحال الدار ديال البقبوقه، دار وصال وعالي. قال لك زعما منين تكلموا عليها في الفيديوهات، قال لك زعما منين قالوا عليها بانها دار مهجوره يعني دارهم رجعت مهجوره بحال محمد والراديه. انا ما عنديش مشكل، مره كنبغي ننطقهم بسميتهم، غير بصح المتابعين ما كيبغيوش ينطقوهم بسميتهم. ولكن كاينه حتى خطوره على القناه، داكشي علاش ما كيبغوش نذكروهم بسميتهم بزاف. يعني قال لك كيف ما كانت ديك الدار مهجوره تهاجرت بسبب يعني حمو والبقبوقه حتى دارهم رجعت مهجوره. ولكن الدار ديالهم ماشي مهجوره مؤقتا، والناس مشاو غير 10 ايام وغيرجعوا للعرس لان عندهم مناسبه كبيره، تحضيرات ديال صفاء الله يكمل عليها بالخير. فهاد الناس ما تفرحوا شيء وما تقولوش حقا لا راه غادي تهجر الدار، وانما حمو غادي يبقى يشوف دارو غير من فوق السطح، غير من فوق السطح ديال علي وصال، من التلفازه ديال وصال وعالي غادي تبقى تبالو الدار. وشفنا الخوت العزاز الفيديو اللي نزلت البارح وصال كيفاش عقلع عالي الخوخ وقلع العنب وداه لباه والام ديالو، وهديه رضات لوالدينا الخوت العزاز. يعني ماشي وصال قلعت العنب داتو لامها، وانما داتو لعجوزها وشيخها والمراه المرضيه والمغربيه والمهديه. وهي هذه الخوت العزاز ماشي غنمشي نتقاتل انا مع راجلي باش نعطي لخوتي، نتقاتل انا مع راجلي باش نعطي لخواتاتي، نخرج على راسي باش نعطي لخوتي خواتاتي. راه داكشي اللي قسم الله تعالى، راه ولد الناس كيمشي كيجي ماشي، راه كيدي الصواب ديالو، كيدي السكر، كيدي الطحين، كيدي الحليب، كيدي وراه مفكر نسابو باش غادي يمشيو للحج. ولكن نتوما باغيين ديروا الفتنه وتقولوا حقا هذيك الانسانه طالقه من راسها ومن حبابها وتصيلتها. خالتي صفيه مرارا وتكرارا قالت لك بان انا ما باغيش دار السيما، انا هاد الدار ما لقاش بحالها، دار مبهجه بالتراث المغربي ومفرشه على حقها وطريقها. تبارك الله. شنو خص خالتي صفيه الا الماكله هي ديك ولا كل شيء هو داك؟ هي ردوها نتوما سراحه، غير مشات تصورت الشياه قال لك راه كتسترح كترعى الغنم. معنى الراعي ما خلقوش الله. وصال ما كتنكرش الاصل ديالها، وصال ديما كتحترم الاصل ديالها وديما كتكلم على راسها بالمليح وكتكلم على عائله بالاحترام. يعني وصال دقاتكم، قتلاتكم، فقساتكم، خرجت لكم السم، قلاتو فيكم. المهم كتبقى وصال الاصل والباقي تقليد. وصال بالعكس ما فيهاش الشيكي وتكبر، وصال كتبقى الاصل طيب، بنت الخالوقه، بنت الله يعمرها دار. هنا غنقول لكم السلام عليكم الخوت العزاز، لقاو في فيديو اخر ان شاء الله، ومع السلامه.